عمرك سألت نفسك ليه دايما سناننا صفرة؟ وليه كمان سناننا أصفر من أسنان أجدادنا؟ وبالرغم من إننا ممكن نكون بنحافظ عليها وبنغسلها كويس جدا ومع ذلك لسه صفرة. السؤال ده تم طرحه في الأوساط العلمية بين الباحثين لما لقوا جمجمة شخص ميت من 1000 سنة سنانه لسه موجودة وسليمة ومفيش حاجة منها اتخلعت خالص، وكمان سنانها أبيض وأفضل من أسنان الباحثين ذات نفسهم، بالرغم إن وقتها الراجل ده لا كان عنده فرشة أسنان ولا معجون أسنان. وبعد مدة من البحث أقروا الباحثين إن السبب يكمن وراء تدهور النظام الغذائي عبر الأجيال، وبالتحديد من بعد ظهور السكر الصناعي. ووقتها عرفوا إن من الوقت ده ظهرت أخبث وأسوأ حيلة تسويقية في تاريخ طب الأسنان بسبب جشع الرأسمالية. مشاكل السكر الصناعي في البداية ظهرت على صحة وأسنان الأثرياء لغلائه في الوقت ده، بينما الفقراء كانوا لسه محافظين على صحتهم وعلى صحة أسنانهم. وعموما في التاريخ القديم عمرك ما كنت هتسمع عن أي حد مصاب لا بالضغط ولا بالسكر ولا بالسمنة ولا مشاكل في الأسنان بسبب إن النظام وقتها النظام الغذائي كان نظام طبيعي بامتياز، كان من خير الطبيعة. مع الوقت السكر الصناعي بقى في متناول الجميع بين الفقراء وبين الأغنياء، والنظام الغذائي وقتها تحول بالكامل من خضروات وفواكه وبروتينات ولحوم إلى مواد مهدرجة وسكريات وكربوهيدرات ونشويات. ولكن الأسوأ من كده هو زي ما قلنا جشع الرأسمالية. مع نمو صناعة السكر والمنتجات المشابهة ليها وما حولها بدأت الشركات تخفي أضراره عن الناس، وبالتحديد على صحة الأسنان وتحفيزه للتسوسات. حتى كبار أطباء الأسنان بدأوا في الوقت ده كمان يتعاونوا مع رجال الأعمال، إنه ببساطة لما الأسنان تسوس أكتر ده بالتبعية هيشتغلوا أكتر فيكسبوا أكتر. ولكن عشان اللعبة تبقى مظبوطة ومش يتكشفوا بدري كانوا لازم يخترعوا حاجة تكون شبه مقاومة للسكريات. هنحاول نخترع حاجة تكون مظبوطة وتقنع الناس، وكده كده الناس مش هتمشي عليها كويس، فاخترعوا وقتها معجون الأسنان مع الفرشة، وبالتبعية يكسبوا كمان من ورا بيع معاجين الأسنان وفرشة الأسنان. ولو لا قدر الله السكريات دي سببت تسوسات وثقوب في الأسنان، في النهاية لازم هتضطر تروح لدكتور الأسنان. وعشان كده دايما بنقول إن الوقاية خير من العلاج. 4 تعليمات تمشي عليهم كويس جدا بإذن الله تحافظ على صحة أسنانك وصحة اللثة وصحتك الشخصية ذات نفسها 100%. 1. ابتعد عن السكر والكربوهيدرات قدر المستطاع، هو ده الأساس. قبل ما أفكر في الفرشة والمعجون لازم أبتعد عن السكريات، أبتعد عن المسبب الرئيسي. 2. اغسل سنانك بالفرشة والمعجون وخصوصا قبل ما تنام. 3. اتمضمض بالمية أكبر قدر ممكن خلال اليوم. 4. دايما اقفل بقك وتنفس من مناخيرك. وفي النهاية يا ترى هل بعد الحرص ده كله ممكن سناني تفضل صفرة؟ جاوبنا في التعليقات وده اللي هنجاوبك عليه إن شاء الله في الحلقة الجاية. شكرا، السلام عليكم.